ركز معايا عشان الفيديو ده ممكن يكون اهم فيديو هتشوفه في حياتك بنسبة 100%. انت اكيد قرأت قبل كده او سمعت عن فضل قراءة القرآن، واكيد عارف فضل قراءة القرآن كويس، لان انا النهاردة عايزك في موضوع تاني خالص. لان احنا مش عايزين بس نقرأ القرآن ونتابع اورادنا ونشوف خلصنا قد ايه وفاضل قد ايه ونختم، لا، احنا عاوزين نوصل لمرحلة التلذذ بقراءة القرآن. عاوزين نوصل لمرحلة أنا صاحبك القرآن. عايزين نصاحب القرآن. طب نعمل ده إزاي؟ صلي على سيدك وسيب اللي في إيدك وركز معايا عشان أنا جاي أفيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. صيغة أمر، اقرأوا. ليه يا رسول الله؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني القرآن يوم القيامة هيشفع، بس مش هيشفع لأي حد، لأصحابه. ومش بس هيكون شفيع، ده هيكون صاحبك وجليسك في القبر. ويوم القيامة من أول لحظة في البعث هتلاقي القرآن مستنيك وانت خارج من قبرك، بيطمنك وبيهديك وبيقولك أنا صاحبك القرآن، فاكرني؟ أنا صاحبك. ده لو انت كنت مصاحبه في الدنيا. والقرآن بحر من الحسنات لا ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف منهم بحسنة، والحسنة ب10 أضعافها. يعني ألف لام ميم ب30 حسنة. 30 حسنة في 3 حروف. أمال الصفحة بقى فيها كام حسنة؟ وزي ما احنا عارفين إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني بقراءتك للقرآن حسناتك هتزيد وسيئاتك هتقل. ومين فينا ما عندوش سيئات نفسه يخلص منها ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يغفرها له؟ كل دي وغيرها أحاديث بتتكلم عن فضل قراءة القرآن، وأكيد أنت عارفها، وأكيد عارف فضل قراءة القرآن كويس. وبالتالي لازم تكون بتقرأ القرآن. ما ينفعش يعدي عليك يوم واحد ما تفتحش فيه المصحف. ما ينفعش ما يكونش ليك حال مع القرآن. ما ينفعش ما يكونش ليك ورد يومي من القرآن. ما ينفعش ما تصاحبش القرآن. لو كان الكتاب خير جليس فالقرآن خير الكتب. فلو هتجلس كتاب يبقى القرآن خير جليس. لازم القرآن يكون جليسك وأنيسك وصاحبك. واوعى تقول ما عنديش وقت. ما عندكش وقت لإيه يا سيد؟ ما عندكش وقت للقرآن؟ كلام الله، رسالة الله لك يا سيد. ده انت بيجيلك كل يوم عشرات الرسائل على الواتس والماسنجر والتليجرام، وبترد عليهم وعندك وقت ليهم عادي. ولو بائس ووحيد ومحدش بيبعت لك رسائل، فانت بتدخل كل يوم بتقرأ عشرات البوستات على فيسبوك وغيره وعندك وقت ليهم. وانت يا سيدة عندك وقت للروايات والقصص والمسلسلات التركي والهندي، وما عندكيش وقت للقرآن. واوعى تقول ما عنديش وقت، عشان احنا بنضيع اوقات كتير جدا في حاجات تافهه. هنيجي للقرآن ونقول ما عنديش وقت؟ اظبط نفسك، اظبط فعلك بدل ما رد فعلي يظبطك. طيب ازاي نصاحب القرآن ويكون لينا حال معاه؟ ازاي نعمل اوراد وازاي نحددها وازاي نلتزم بيها؟ بص يا سيدي، صلي على النبي. لازم نفهم ان احنا مش بنقرأ القرآن عشان نعد صفحات واجزاء وخلاص، والا لو كان ده الهدف يبقى ايه الفايدة من قراءة سورة الكهف تحديدا كل يوم جمعة؟ ما كان ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اننا كل يوم جمعة نقرأ جزء من القرآن او نقرأ سورة من القرآن عموما. انما صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نقرأ سورة الكهف بالتحديد لهدف معين. ان شاء الله هنبقى نتكلم عنه في فيديو تاني، بس اكيد ان الهدف ده مش هو عدد صفحاتها او عدد حروفها، لان مش هو ده الهدف من قراءة القرآن عموما. لازم واحنا بنقرأ القرآن لازم نتدبره ونفهمه، لازم نعمل بيه، ولازم يغير فينا ونتغير بيه. القرآن في وعد بالجنة للطائعين، يبقى نطيع ربنا سبحانه وتعالى، وفي وعيد بالعذاب للكفار والعصاة، يبقى لا نعصي الله عز وجل. القرآن فيه أحكام لازم نفهمها، وفي أحوال لازم نعيش بيها عشان نعيش مرتاحين. القرآن فيه شفاء للقلوب والصدور والجوارح. القرآن فيه قصص الأنبياء والأولين عشان نتعلم منهم ونمشي على خطى الصالحين منهم ونحذر أفعال العصاة اللي فيهم. القرآن منهج حياة لازم تفهمه عشان تعرف تعيش الحياة دي، وعشان تفهمه يبقى لازم تتدبره وانت بتقرأه، وعلشان تتدبره يبقى لازم يكون ليك ختم التدبر، وهو المطلوب إثباته. ورقة وقلم بقى وركز معايا في اللي جاي. دلوقتي احنا لو ركزنا في القرآن على القراءة فقط هناخد أجر كبير، بس هيفوتنا فوائد التدبر. ولو ركزنا على التدبر بس
هنفهم القرآن، بس هيفوتنا أجر القراءة الكبير. فنعمل إيه؟ إحنا هنعمل خطة سنوية للقرآن، خطة فيها قراءة وتدبر وسماع. هنصاحب القرآن بجد وهنعيش معاه على مدار سنة، مش سنة وبعد كده خلاص هنبطل ونقف، لا دي خطة سنوية يعني هتتكرر كل سنة. والخطة بكل بساطة هتكون كالتالي: أنت هتحدد لنفسك ورد يومي من القراءة، وورد من التدبر، وورد من السماع. بس عشان ما تزودش على نفسك وما تضغطش نفسك وتقدر تلتزم بالأوراد دي، أنصحك إنك ما تزودش في اليوم عن جزء قراءة وصفحتين 2 بس تدبر. ولا قبل ما تسأل، جزء قراءة في اليوم مش كتير، وصفحتين تدبر مش قليل. وهتعرف ليه دلوقتي. أولا، جزء القراءة مش لازم تجيبه كله مرة واحدة، وإن كان يعني لو هتجيبه كله مرة واحدة ومش هياخد معاك أكتر من نص ساعة، بس مش لازم تجيبه مرة واحدة. هو الجزء كله حوالي 20 صفحة. لو قرأت قبل كل صلاة صفحتين وبعد كل صلاة صفحتين، هتجيب الجزء مرتاح كل يوم، وهتختم القرآن كل شهر زي السلام عليكم. يا عم صعب عليك تقرأ كل يوم جزء؟ صعب تقرأ صفحتين قبل كل صلاة وصفحتين بعد كل صلاة؟ خليها صفحة واحدة بس، صفحة قبل الصلاة وصفحة بعد الصلاة. يعني هتقرأ في اليوم 10 صفحات، يعني هتختم كل شهرين. يا عم اقرأ مع كل صلاة صفحة واحدة بس، يا قبلها يا بعدها. يعني هتقرأ في اليوم 5 صفحات، يعني هتختم القرآن كل 4 شهور. والله عسل. اعمل اللي تقدر عليه، ولو عاوز تقلل عن كده كمان قلل. المهم ان الورد اللي هتحدده لنفسك تلتزم بيه. ونصيحتي ليك، ابدأ بالقليل حتى لو صفحة في اليوم، وما تزودش في اليوم عن جزء عشان تقدر تكمل. احنا مش عاوزين نقرص في البداية ونختم ونريح بعد كده، لا ده هيبقى مشروع العمر. فابدأ بالتدريج باللي تقدر عليه، وان شاء الله واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتجيب الجزء مرتاح كل يوم. ده بالنسبة للقراءة. نيجي بقى للتدبر. صفحتين تدبر في اليوم مش قليل؟ لا مش قليل، ونصيحتي ليك برضو ما تزودش عنهم. لان في التدبر احنا مش هنقرأ بس، لا احنا هنتدبر بجد، هندرس القرآن، هنتعلمه. وده هيكون من خلال الكتاب ده، القرآن تدبر وعمل. ولو مش معاك الكتاب ده او مش هتقدر تشتريه، مفيش مشكلة، هتلاقيني سايب لك رابط تحميله PDF من الموقع الرسمي بتاعه في صندوق الوصف وفي اول تعليق. لما تفتح الكتاب هتلاقيه متقسم قدامك ل5 اجزاء. اول جزء اللي فيه الصفحة دي، الصفحة بتاعت القرآن دي. الجزء الثاني هتلاقي فيه الوقفات التدبرية. الجزء ده هيساعدك جدا انك تتدبر في ايات كل صفحة، وهتلاقي بعد كل وقفة سؤال المفروض انك تجاوب عليه عشان المعلومة اللي انت قرأتها دي تثبت في دماغك. الجزء الثالث هتلاقي فيه جدول بمعاني الكلمات اللي في الصفحة، عشان لو عدت قدامك كلمة مش فاهم معناها هتلاقي معناها في الجدول ده. يعني مش هتحتاج تتابع سلسلة يعني ايه اللي بنقول فيها معاني الكلمات الغريبة اللي في القرآن، ولا تابعها عادي ما يجراش حاجة زي بعض. الجزء الرابع هتلاقي فيه العمل بالآيات، عشان تعرف الآيات اللي في الصفحة دي ايه المطلوب مني فيها. عشان احنا مش هنتدبر بس، لا احنا هنتدبر وهنتعلم وهنعمل باللي اتعلمناه. والجزء الخامس والاخير هتلاقي فيه التوجيهات اللي بتشير ليها الايات اللي في كل صفحه. هنقرا ازاي بقى؟ يعني هنقرا ازاي في الكتاب ده؟ اول حاجه هنبدا بيها هي الجزء اللي فيه القران. هنقرا صفحه القران دي، وبعد كده هتقرا باقي الصفحه وباقي الاجزاء. هتقرا الوقفات التدبريه ومعاني الكلمات والعمل بالايات والتوجيهات، هتقراهم. وبعد كده ترجع تقرا صفحه القران تاني، بس المرة التانية بقى هتكون بتقرأها وانت فاهمها. هتلاقي نفسك كأنك أول مرة تقرأها. هتلاقي نفسك القراءة الأولى دي حاجة، والقراءة التانية اللي بعد قراية الصفحة والتدبر والكلام ده هتلاقيها حاجة تانية خالص. هتلاقي نفسك عارف معاني الكلمات اللي في كل صفحة، والوقفات التدبرية اللي فيها، والتوجيهات اللي فيها، والعمل بالآيات اللي فيها. هتلاقي الموضوع اختلف معاك تماما. عشان كده قلت لك ما تزودش عن صفحتين في اليوم. ده انت تبقى بطل لو قرأتهم بالطريقة اللي بنقول عليها دي. بالطريقة دي هنقدر نختم القرآن كل سنة ختم التدبر براحتنا، مفيش حد بيجري ورانا. أهم من الكمية الاستمرارية، وده بالنسبة لورد التدبر. نيجي بقى لورد الاستماع. طبعا مفيش شك ان سماع القرآن من افضل العبادات اللي ممكن تعملها. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيحب يسمع القرآن. كان بيقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فسيدنا عبد الله يقول له يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحب أن أسمعه من غيري. عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبها. عشان كده ما ينفعش نغفل عن سماع القرآن لو عايزين فعلا نصاحبه. عشان كده لازم يكون لينا ورد يومي من سماع القرآن مع القراءة والتدبر. وعشان ما نتلخبطش وما نتوهش، احنا هنعمل حاجة حلوة خالص. احنا هنربط ورد الاستماع بورد القراءة. يعني الورد اللي انت هتقرأه وردك من القرآن هتسمعه، هيكون هو وردك من السماع. هتقرأ في اليوم جزء هتسمعه، هتقرأ في اليوم 10 صفحات
اسمعهم. هتقرأ في اليوم صفحة اسمعها، وردك من القراءة يكون هو وردك من السماع. ويا سلام بقى لو تسمع الورد قبل ما تقرأه، ويا سلام اكتر لو تسمعه من شيخ صوته هادي كده وواضح، زي الشيخ الحصري او الشيخ البنا او اي حد من مشايخنا الكبار ربنا يرحمهم جميعا. لو سمعت وردك قبل ما تقرأه ده هيساعدك انك تقرأه صح، لان اللي انت بتقرأه انت سمعته قبل كده بالنطق الصحيح، فده هيسهل عليك القراءة جدا ان شاء الله. بس كده يا سيدي، خطوات سهلة وبسيطة، بس هتعملها بشكل يومي متكرر الى ان يشاء الله لحد ما نقابله باذن الله، هتخليك تصاحب القرآن ان شاء الله وتعيش عمرك كله مع القرآن، قراءة وسماع وتدبر. وعشان عارف ان كل سيد فينا كسول وكل سيدة فينا كسولة، وممكن او اكيد لو الكلام عجبنا يعني هنأجله دلوقتي لحد ما نبقى فاضيين، واحتمال كبير نسمع الفيديو ونعمل له سيف عشان لما نبقى نفضى حلوه الخطة دي نبقى نرجع لها بعدين لما نفضى نبقى نعملها. لا يا حبيبي مش عليا الكلام ده، احنا هنبدأ من النهارده ان شاء الله، وهنبدأ كلنا مع بعض، وانا هبدأ معاكم. وعشان ما نتلخبطش وما نتوهش من بعض، احنا هنعمل 3 مستويات: مستوى فضي ومستوى ذهبي ومستوى ماسي. في المستوى الفضي هنقرأ كل يوم 5 صفحات وهنسمعهم، وهنقرأ صفحة واحدة بس من كتاب القرآن تدبر وعمل. وفي المستوى ده هتكون النتيجة كل سنة 3 ختمات قراءة و3 ختمات سماع وختم التدبر. وفي المستوى الذهبي هنقرأ كل يوم 10 صفحات وهنسمعهم، وهنقرأ كل يوم صفحة واحدة برضو من كتاب القرآن تدبر وعمل، وهتكون النتيجة في المستوى ده كل سنة 6 ختمات قراءة و6 ختمات سماع وختم التدبر. اما المستوى الثالث اللي هو المستوى الماسي هنقرأ فيه كل يوم 20 صفحة وهنسمعهم، وهنقرأ كل يوم صفحتين من كتاب القرآن تدبر وعمل. وفي المستوى ده هتكون النتيجة كل سنة 12 ختمة سماع و12 ختمة قراءة وختمتين تدبر. وطبعا الورد هيكون يومي كل يوم ما عدا الجمعة، مش هناخدها اجازة، مش هنريح، بس يوم الجمعة بدل ورد القراءة هنقرأ سورة الكهف، وورد التدبر هنخليه ورد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد الاستماع هنخليه ورد دعاء في ساعة الاستجابة من كل يوم جمعة، اللي هي الساعة اللي بتبقى قبل اذان المغرب دي. وعشان تلاقي اللي يشجعك ويساعدك انضم لينا لقناة المبادرة على التليجرام وعلى الواتساب، وان شاء الله هتلاقي الدنيا سهلة ومترتبة. هتلاقيني سايب لك في التعليقات لينك المبادرة على التليجرام وعلى الواتساب، الاسهل عليك ادخله، وانا بنفسي هتابع معاكم يوم بيوم عشان ان شاء الله بعد سنة من دلوقتي نحتفل بالانجاز العظيم اللي حققناه في علاقتنا مع القرآن الكريم. بس بعد اذنك وبعد اذنك ما تجوش لوحدكم، هات معاك حد يشجعك، ابعت الفيديو ده لحد من صحابك وادخلوا مع بعض وشجعوا بعض، او اعمل له منشن هنا في التعليقات، واعمل شير للفيديو ده في كل مكان، اي جروب انت فيه، اي صفحه انت فيها اعمل له شير في اي حته، او مش لازم تعمل شير للفيديو، اعمل شير بس لللينك بتاع قناه المبادره اللي على التليجرام او اللي على الواتساب. عاوزين ان شاء الله المبادره دي يكون فيها 1,000,000 مسلم ومسلمه واكتر، كل ما العدد يزيد كل ما هنتشجع اكتر اننا نكمل وما نوقفش ابدا باذن الله. يلا ادخل دلوقتي على قناه المبادره على التليجرام او على الواتساب واشترك فيها، وان شاء الله هتلاقي هناك كل التفاصيل وهتفهم الدنيا اكتر يعني. واعمل شير للفيديو ده يمكن حد يسمعه وينضم لينا ويبدأ يتعلق بالقرآن بسببك. الدال على الخير كفاعله. مستنيكم على قناة المبادرة على التليجرام وعلى الواتساب عشان نبدأ رحلتنا مع مصاحبة القرآن، عشان يوم القيامة نلاقي القرآن مقابلنا وبيقول لنا أنا صاحبك القرآن. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.